Oh, shit! That knife fell out of that little knife container thingy. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة مقاطع مرعبة تم تصويرها مباشرة. هي مقاطع حقيقية وقعت أمام أعين الناس في مناطق مختلفة حول العالم، وبصدفة تم تسجيلها وتوثيقها بعدسات الكاميرا. فإذا كنتم من محبي هذا النوع من الفيديوهات نبداو على بركة الله بأول مقطع. لاحظ أحد الآباء أن الطفلة ديالهم كتصرف تصرفات غريبة بزاف، ولات منعزلة وفي بعض الأحيان كتكلم مع نفسها. في أحد الأيام قام بمشاهدة كاميرات المراقبة، والشيء اللي صورته كاميرات المراقبة كان في قمة الرعب. اشتعلت أحد الألعاب اللي كانت تحت السرير بوحدها. حاولت الطفلة إيقاف اللعبة أو لا حاولت تأخذها وتلعب بها، وهنا بان في التسجيلات أن شي واحد قام بسحبها للداخل، والطفلة بدات كتطلب المساعدة. أثناء وجود مستكشفين في منزل مهجور ويقال أنه مسكون وهما كيصوروا قاموا بالتقاط مقطع جد مرعب. On it, you know, so we don't know. Yeah. Yeah, well, all we can do is just keep Yeah, going so past around. and say, "Whoa!" What the hell? Did I just see something or am I imagining it? I don't know. Let's go. What the hell? I don't know. It was, to me it looked like a face. صورت الكاميرا وجه وسط الظلام واختفى خلال ثواني محدودة. You just keep Yeah, going so past around. and say, "Whoa!" What the hell? Did I just see something or am I I imagining? don't know. Let's go. What the hell? I don't know. It was, to me it looked like a face. أحد العائلات حياتهم كانت جد عادية لغاية ما قاموا بشراء هذا البيانو، ولاو في بعض الليالي وفي ساعات متأخرة كيسمعوا صوت البيانو كيشتغل بوحده. وفي أحد الليالي وهما جالسين أمام التلفاز سمعوا صوت البيانو اشتغل بوحده، وهنا قاموا بتسجيل هذا المقطع المرعب. I swear to God it is. No, dude, you got me. If I die, I swear, I will. Oh, shit! الفيديو الموالي تم تصويره في البرازيل. السيدة كتشتغل في أحد المباني اللي يقال أنها مسكونة. في أحد الليالي صورت كاميرات المراقبة لقطة جد مرعبة. تم سحب
سحب شعر السيدة بقوة. وقفات هاد السيدة في حالة صدمة ورعب، حاولت تستوعب هاد الموقف. بعد ما شاهدت التسجيلات تأكدت أن هاد الشي اللي وقع لها أمر غير طبيعي. الفيديو الموالي تم تصويره أثناء وجود أحد المستكشفين في مبنى قديم. صورت الكاميرات لقطة مرعبة للغاية. صورت الكاميرا خيال سيدة في الغرفة اللي كتحرك بشكل غريب. أحد الأشخاص لاحظ أن الكلب ديالو كيتصرف تصرفات غريبة بزاف، خاصة في الفترة الأخيرة، وكأنه تعرض لموقف مرعب بزاف. وبعد ما شاف تسجيل الكاميرات اكتشف سبب خوف الكلب. صورت الكاميرا خيال كيتحرك بداخل الغرفة، والكلب كان في حالة خوف شديد لدرجة أنه قام بالهروب من المكان. وبعد ما غادر الكلب تحرك الكرسي بشكل مفاجئ. القصة الموالية وقعت مع أنجيلو، اللي قام بالدخول لأحد المنازل المهجورة منذ سنوات. وبعد ما دخل استغرب بزاف وترعب من النشاط والحركة الغريبة اللي حداه. It's definitely a wonderful property. One of the nicest houses I've seen abandoned in a little while. Look at this giant. Yeah. What the f? Hello? I'm like half expecting somebody to walk in here because you never quite know in these places. What the hell was that though? Okay, it literally sounded like there was somebody that walked in that hallway. I don't know if anybody's actually upstairs. I haven't checked up there yet. I don't know what that's supposed to mean. What the f was that? أحد الأبواب تغلق بسرعة وبقوة كبيرة بزاف، وكأنه شي واحد كيحضروا من الاقتراب. وفعلا قام بالخروج بسرعة من المنزل لأنه حس بخطورة الموقف. سيدتين كيعيشوا بمنطقة معزولة وقريبة من الغابة. يقال أنه في هذه المنطقة كاينين أرواح شريرة، وبالضبط بداخل أحد المنازل المهجورة والمجاورة للمنزل ديالهم. وفي أحد الليالي وفي ساعات متأخرة من الليل قاموا بتسجيل أمر غريب بزاف. That's the cottage. This is the house. You have the night vision.
There's nothing there. What are you talking about? Look at me. Let's see. Is it even open? I'll go in and try. Was that you? Was it me? Hello? Hello? I just turned myself because I can't see it comes up anyway, but I can't believe this. Yeah, I can't. Alright, look, I have to turn it off. Holy sh**. It's okay. Yeah, it's fine. I really don't want to walk. Grab me in here. Alright, we're okay. You're okay. Alright, grab my back. Grab my back. I need my hands, so I'm cutting the video. Yes. حسوا في الأول بحركة غريبة بهذا المنزل، وبعد ما اقتربوا منه كل شيء بدأ يتحرك. يقال على أنه وقعت جريمة خطيرة في هذا المكان في الماضي، وهذا الشيء اللي خلى المنزل يتحول لمسكن الأرواح الشريرة. جوزيف ويرلي بعد ما رجع للمنزل ديالو في أحد الأيام لاحظ نشاط جد مرعب في المنزل ديالو. I come back and something is not is say something, I'm giving up on you. That's my kid, dude. Don't. You're not f***ing serious. You're not f***ing serious. I mean... How am I gonna get that back up? Goddamn. Jesus Christ. بدأت صورة الابن ديالو كتحرك بشكل غريب، وبعد لحظات بدأ كيسمع صوت غريب في المطبخ. اتجه بسرعة للمطبخ وهو ما عارفش اشنو كيتسناه بالضبط. Okay, so I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little f***ing knife container thingy. No, this is all because, dude, this is getting dangerous, bro. You're gonna cut yourself. You need to be careful. No. Actually, oh, what the f just happened? Right in front of my f***ing face. Shit. No. It's a regular old f***ing knife container thingy. No, stop. I'm not even hungry anymore. I will say I'm stupid for drinking. That knife fell out of that little... سكين طار بالقرب منه وكأنه شي واحد حاول يستهدفه أو لا حاول يخوفه، لكن هذا الشخص غير مرئي وكأن الجن كيحاولوا يطردوه من المنزل.